قصص وحكايات عاشتها تسنيم لما قررت تغير قصتها، والنهاردة هنعيش معاها القصة الجديدة. يلا نبدأ، أنا جاهزة لقصتي وحكايتي الجديدة. وقصتك جاهزة، يلا بينا. وفي لحظة كانت تسنيم قاعدة في بيت مختلف. يلا يا ولاد علشان المدارس الصبح ما تتأخروش. انت بجد هتوديهم المدرسة؟ لا، أسيبهم علشان نشوفوا اللي هيحصل أحسن. طب أخدهم معايا أنا بدل ما حد يروح ياخدهم من المدرسة. ايه ده، هو ممكن ياخدوهم مني غصب؟ لا طبعا، أنا بقول نحرص ولا نخون. معاكي حق، خلاص خديهم وخليهم معاكي لحد ما اتصل بيكي وأقولك تجيبيهم، ولو احتجتي أي حاجة يا تسنيم اتصلي بيا. ربنا يسترها يا رب يا غادة ويعديها المرة دي على خير. أنا أرملة، معايا ولد وبنت وعايشة بيهم في الشقة اللي اتجوزت فيها، لكن أهل جوزي رافضين الفكرة دي تماما، ودايما يقولولي إن أنا لازم أعيش معاهم في الصعيد، لكني برفض دايما. لحد ما لقيت امبارح رقم غريب بيتصل بيا. الو، مين معايا؟ ايوه يا ام محسن، انا فؤاد عم الاولاد. ازيك، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ احنا زنين يا مرات اخوي. انا بتصل بيكي اقول لك اني جاي لكم مصر اشوف ولاد اخوي. ايوه طبعا، تشرفنا في اي وقت يا عمدة. ومن الوقت ده تسنيم مش مطمنة للي بيحصل خالص، لحد ما جه اليوم المنتظر. اتفضل شرفتنا ونورتنا. امال فين الاولاد؟ هما في المدرسة بس. ليه مش عايزاني اشوفهم؟ لا طبعا، انا قلت انك هتيجي بالليل وكمان الاولاد عندهم امتحانات. طيب كويس ان هم مش موجودين علشان عايزك في كلمتين وماشي. اتفضل. انا رايدك يا بنت الناس. يعني ايه؟ مش فاهمة. عايزة اتجوزك وولد اخوي يتربوا في حضن عمهم. هو ايه اللي انت بتقوله ده يا عمدة؟ انا مش جاي اخد رأيك، انا ببلغك. وهو الجواز دلوقتي بالعافية في البلد؟ لا، ما بنتجوزوش بالعافية وهيكون برضاكي. وانا مش موافقة، وانا ارملة اخوك لو كنت ناسي. ما نسيش، وعلشان كده جاي الم لحم اخوي. لحم اخوك ايه اللي بتتكلم عنه؟ انت اصلا عارف عيال اخوك في سنة كام؟ ولا حتى عندهم كام سنة؟ انت بتيجي تشوفهم كام مرة اصلا في السنة؟ ده لو شفتهم يعني. ما انت اللي منعاني ان اشوفهم. لا، انتوا اللي عملتوا مشاكل ورفضتوا تدوني ورث جوزي. ايوه كده، نديك الورث علشان تمشي على حل شعرك. تغلط فيا في بيتي وانا مش هسمح لك، واصلا انا بعدت عنكم وكافيه خيركم شركم. جاي تقلب في القديم وتقولي اتجوزك؟ مفيش قديم اتقفل يا مرات اخوي، طول ما عيال اخوي موجودين معاكي وانت لسه صغيره والعين عليكي يبقى الموضوع ما اتقفلش. طيب ريح نفسك يا عمده، انا لا هتجوز ولا ناويه اتجوز اصلا، بربي عيالي وبس. لا انسي، انا هتجوزك، مش هفضل في احتمالات. انت اصلا متجوز 2 وانت التالتة. لو سمحت يا عمده خلينا نفضل محترمين بعض، انا لحد دلوقتي مقدره انك عم ولادي. بصي هسيبك تفكري وارجع لك تاني ووافقي برضاكي احسن ما يكون غصب عنك. وسابها ومشي، وهي اتصلت بصاحبتها علشان تجيب لها الاولاد وتيجي. ايه؟ طمنيني، عملتي ايه؟ عايز يتجوزني. ايه؟ ازاي؟ هو مش متجوز 2؟ متجوز 2 كمان؟ طب وانت عملتي ايه؟ قلتي له ايه؟ هعمل ايه يعني؟ رفضت طبعا، بس انا خايفة قوي. هتخافي من ايه يعني؟ هو هيتجوزك غصب يعني؟ مش عارفة، بس هو ده اللي قاله. قال ايه؟ قال ان هيتجوزني غصب لو ما وافقتش. ده مجنون رسمي. انا كل اللي صعبان عليا انه مش فارق معاه اخوه اللي مات، اخد ورث العيال وحتى ما بيسألش عليهم ولا كأن ليهم عيلة، وفي الاخر جاي علشان يقولي اتجوزك. هو ده العمدة ولا التاني؟ هو العمدة يا غادة، اللي المفروض انه كبير العيلة. طب انتي ناوية تعملي ايه يا تسنيم؟ حقيقي مش عارفة، بس انا خايفة اخد اي خطوة، وبكرة وبعده العيال دول اكون انا السبب في انهم يتقطعوا من عيلتهم. ما تخافيش، انا كده كده معاكي وجنبك، مش هسيبك، مفيش حاجة هتحصل ان شاء الله. يا رب يا رب يا غادة، ملناش غيرك يا رب. وفي مكان تاني خالص، بالاخص في الصعيد. عملت ايه يا ولدي؟ بلغتها وقلت لها اني رايدها وسبتها تفكر. يعني وافقت؟ لا ما وافقتش، بس انا هتجوزها حتى لو غصب عنها. ما خبراش اخوك عمل فينا كده ليه؟ كان يفضل في طوعنا ويتجوز مننا، لكن عجبته بنت مصر. هي تعجب الباشا برضو يمي، واهو مات والورث هيطلع برانا يا ولدي.
انت لازم تتجوزها يا عمدة. هتجوزها حتى لو آخر يوم في عمري. بعد الشر عليك يا ولدي، ربنا يخليك ليا ولولادك. طيب يما، أنا هطلع فوق استريح شوي. يوه، هو انا ناقصة؟ في ايه يا بنتي مالك؟ البلوزة دي تالت مرة اغلط فيها، وصاحبتها اصلا مناخيرها في السما. انت من وقت اما اخو جوزك ده جه هنا وانت مش مظبوطة. ايوه، علشان انت ما شفتهوش ازاي كان بيكلمني يا غادة. المرة دي غير كل مرة. طب ما تكلمي حماتك، يا ريتها كانت عايشة. ايه؟ امال مين اللي بتكلمي الاولاد عنها دي؟ لا، دي ام العمدة، ما هو الكبير من وجوزي اصغر واحد من تانية، وهم اصلا ما كانوش بيحبوه، خايفين على الورث والعمودية، فساب لهم كل حاجة وجه عاش هنا واتجوز من هنا. يعني الحكاية حكاية ورث. انت عارفة، اول ما جوزي مات لسه ما كملش حاجة، لقيت الباب بيخبط عليا وطلع العمدة. ازيك يا مرات أخوي؟ بخير. محتاجة حاجة؟ لا شكرا. طب بصي، أنا جاي أقولك كلمتين وماشي. اكيد طبعا، اتفضل. بصي، أنا هسيبك تعيشي هنا انت وعيالك، لكن ولا أسمع عنك إنك اتجوزتي هاخد ولد أخوي عندي، وإحنا عندنا مفيش حاجة اسمها ورث، كل فلوسنا أراضي، وأنا هبقى كل شهر أبعتلك حقك من المحصول، غير كده ما عندناش. انا كده كده مش هتجوز بعد ياسر الله يرحمه، وهربي عيالي، والورث انا ما طلبتوش يا عمدة. انا عايزة اربي عيالي في هدوء ومن غير مشاكل لو سمحت. ايوه كده عاقلة يا مرات اخوي، وبرضه الورث اوعي تفكري فيه في يوم. وانت يا تسنيم ازاي تسيبي حقك وحق عيالك بالطريقة دي؟ كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ وجوزي لسه ما كملش حاجة، ولقيته جاي يكلمني في ورث، رحت اخدتها من قصرها وجبت المكنة دي، واهو ربنا سهلها عليا وبيرزقني برزق عيالي. لا 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 لا، دي ناس غريبة بجد. شفتي اللي انا فيه؟ يوه، في ايه يا بنتي؟ بيتصل، اعمل ايه؟ ردي عليه يا بنتي. الو، ازيك يا عمدة؟ ازيك يا مرات اخوي؟ مرات اخوك كويسة. فكرتي؟ فكرت في ايه يا عمدة؟ في جوازني. وانا بلغتك ردي وقتها. وانا بتصل بيك علشان ابلغك ميعاد فرحني. فرح مين؟ انا مش هتجوز حد. ماشي يا عروسة، الخميس اللي جاي فرحنا، سلام. لا اكيد مفيش كده. في ايه اللي حصل؟ ده بيبلغني بميعاد فرحنا. نعم. والله انا تعبت، يعني عايشة بعيدة عنهم ومفيش فايدة ومليش حد. اعمل ايه بس؟ ما تقلقيش، هنلاقي لها حل. وتاني يوم تسنيم ودت عيالها المدرسة عادي. قوليلي يا غادة اعمل ايه؟ ما تعملي له محضر عدم تعرض. انا فكرت في كده، بس العيال هتشكرك بكرة وبعده انك خلصتيهم. يعني هو ده رأيك؟ ايوه، روحي واحكي اللي بيعمله معاكي وربنا هيحلها من عنده. يا رب. وفي اللحظة دي رن تليفونها. الو. ايوه، مين معايا؟ محسن، انت فين؟ هو انت مش في المدرسة؟ انت بتكلمني منين؟ الو، ايوه يا مرات اخوي. انت اخدت العيال بتعمل بيهم ايه؟ عيب اللي بتقوليه، ولاد اخوي وانا بعرفهم على بيتهم الجديد، وهم مبسوطين قوي قوي. انت بتخطف العيال يا عمدة؟ لا سمح الله يا ام محسن، انا حتى بطمنك عليهم وهم، ولو عايزة تشوفيهم تاني يبقى نكتب الكتاب النهاردة. رفضتي؟ انا عندي الشهود اللي بتقول عليك انك ام غير صالحة لتربية الاولاد بعد اللي بتعمليه. بعمل ايه؟ حرام عليك، انا عايزة عيالي. اللي بتعمليه انك ماشية في الغلط، وشوفي بقى عيالك الصغيرين دول لما يعرفوا كده هيعملوا ايه. كدب، حرام عليك. اثبتي، وانا عندي شهود، ولو رفضتي بكرة الصبح القضية تبقى مرفوعة في المحاكم. ايه رأيك؟ حاضر، انا جاية، بس الله يخليك ابعد عن العيال، الله يكرمك، العيال ملهمش دعوة. وانا قلت كده انك عاقلة. انت بتعملي ايه؟ رايحاله، هعمل ايه؟ هتعملي اللي هو عايزه يعني؟ لا، اسيب له ياخد عيالي ويتهمني ويشوه صورتي قدامهم؟ يا بنتي ما هو كذاب، ومين هيعرف ان هو كذاب؟ هو واصل ويعرف يعمل كده واكتر كمان، وابقى ضيعت عيالي طول عمري. وبعد كام ساعة هتشوفيهم، بس هنكتب الكتاب الاول وبعدين اجيبهم لك. انا تحت امرك يا عمدة، بس خليني اشوف اولادي الاول. وانا موافقة. والمأذون مستني جوه يا عروسي. وفي اللحظة دي
رجعت تسنيم الحقيقية لحياتها لا أنا لا يمكن أوافق وإن أعيش حياة زي ديت أو تكون دي قصتي وحكايتي. أنا عايزة أعيش حكاية تانية، حكاية حقيقية تانية. يا ترى لو انتم مكان تسنيم كنتوا عملتوا ايه؟ هتكملوا في الحكاية والقصة دي ولا تختاروا تعيشوا قصة تانية؟ ولو قدامكم العرض ده تختاروا تغيروا حياتكم وتعيشوا حياة مين وشكلها ايه؟ قولولي تحت في الكومنتات. واستنوا حكايات تانية هتعيشها تسنيم وهنعيشها معاها، ومنها حكايات حقيقية وحكايات واقعية وكلها حكايات عربية من حياتنا، وهنشوف الحكم في الحكايات دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان توصل لكم كل الحكايات اللي جاية أول لما تنزل، ونعرف تسنيم هتختار أهني حكاية في الآخر. ولو عجبتكم الحكاية بتاعت النهاردة ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، واستنوني في القصة اللي جاية من حكاية مريان. باي.